اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولن نرحب بشيخنا الفاضل الغني عن التعريف، الرجل الذي ربما كم تمنينا وكم توسمنا من الله عز وجل وكم ترجينا من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بوضع أقدامه لهذه المدينة أولا، ولأن يزور مدرستنا هذه، وكان ذلك والحمد لله مبتغى ابتغيناه، ورؤيا رأيناها، وأمنية تمنيناها وحققها الله تبارك وتعالى. وها نحن اليوم نجلس شيخنا بجانبنا، فجزاه الله كل خير أن نزل بهذه الأرض المباركة الطيبة، بلد والأربعين ولي، حيث الأنوار وحيث الشيء الظاهر والباطن الذي لا يعلمه إلا الله. فنقول مرحبا بشيخنا هذا القطب الرباني الذي نتمنى من الله عز وجل أن يكون دخوله إلى هذه المدينة دخول يسر ودخول فضل، وأن تكون هذه الزيارة إن شاء الله فاتحة خير على هذه البلدة وعلى هذه المدينة المباركة، وأن ييسر الله أمر هذه الأرض، وأن يجعل شبابها في الخير، وأن يوفق نساءها ورجالها لكل ما فيه الخير، وأن نكون إن شاء الله مغتنمين لهذه الزيارة علما وفضلا وجهرا وسرا وباطنا، وكل ذلك إن شاء الله ندركه بحول الله تبارك وتعالى. ولا أطيل عليكم، فنحن والحمد لله في غاية الفرح والسرور، وجزاه الله خيرا شيخنا أن تلقى أمر قبول دعوتنا فرضي بها وقبلها وجاء ولبى دعوتنا، فجزاه الله كل خير. والله لا نملك العبارات ولا نملك الكلمات التي تسع هذا المقام، ولكن نحمد الله عز وجل أولا وبادئ ببدء، ونشكره تبارك وتعالى على فضله ونعمه، فجزاه الله كل خير شيخنا أن وصل هذه المدينة وزار مدرستنا، متعه الله بالسر ظاهرا وباطنا، وجعل غايته فضلا وكرما، وجزاكم الله كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. طبعا مجدد الترحاب الاوقاف بولايه المياه الدكتور احمد الخمي، وربما مباشره نحيل الكلمه لفضيله العلامه والقطب الرباني سيدي فخام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيت دعوة أهل هذه المدينة المباركة، وصلتني دعوة من الشيخ عبد الحميد رئيس هذه المدرسة الدينية التي يتخرج منها الرجال ولله الحمد في أعظم مجال، ألا وهو القرآن الكريم، مجال كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنا جئت لهذه الأرض الطيبة الطاهرة، أرض الشهداء وأرض الصلحاء والعلماء، أرض الجزائر، وهذا ليس محاباة لكنه هو الحق، فهي أرض مباركة خاضها الرجال بأعمالهم الصالحة وبسيوفهم القاتلة وبأقلامهم الراعفة حتى أوصلوها إلى ما هي عليه الآن، وفق الله للتمسك بذلك. أشكر الشيخ عبد الحميد، أشكر سعد، أشكر النائب الموقر، أشكر مدير الشؤون الدينية في هذا البلد، أشكر المشايخ كلهم، أشكر الأطر، أشكر الحضور الكبار الذين حضروا وكلهم كبير، فأنا أعرف الناس ورأيت الوجوه وسمعت المناصب، حفظكم الله وتولاكم. وإن هذه الأسفار لها حرمة وشأن، فالحب في الله عز وجل من أشد القربات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وهو عند سدة المسجد أو سدة مثلثة، فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ويلك وما أعددت لها؟ فكأن الأعرابي يستكان، فقال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم
غير أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ثم فسر لنا أنس الحديث أنه لا يقتصر على حب الله ورسوله فقط، بل حب غيرهما من المؤمنين من أجل الأعمال. يقول أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. والرجل الذي سار إلى أخيه ولقيه ملك في الطريق فقال له: إن الله قد أحبك كما أحبته فيه، وسبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا فيه. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين وأحدهما. فينبغي التماسك بين أهل التصوف السمح وبين أهل القرآن، وأهل التصوف هم أهل القرآن طبعا، والتصوف إنما هو السنة الصحيحة. وإذا قيل طريقة الشيخ عبد القادر أو غيره فإنما هو من باب قولنا رواية ورش ورواية قالون. الجميع إنما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بغير أن نتماسك وأن نتحاب وأن يحيي بعضنا بعضا في بلدينا الشقيقين إن شاء الله تعالى. وأنا أدعوكم إن شاء الله إلى زيارة موريتانيا إن شاء الله في وقت سريع بعد رجوعي إن شاء الله. وكذلك سأدعو إن شاء الله من لقيت من العلماء هنا والصلحاء ممن دعاني إن شاء الله. ثبتكم الله تعالى وتولاكم، ونرجو من الله أن يلحقنا بالسلف الصالح، أن نتتبع آثارهم، وذلك هو ما نتمنى من الله عز وجل، وأن نكون على ذلك المنهج السوي. ليت أني وليت حرف تمني، وأنا اليوم بين رن وظني، والغزال الأغن مني بعيد، كنت من شيعة الغزال الأغني. ليتنا كنا من شيعة أولئك القوم أهل العيون الدامعة والقلوب الخاشعة والعرفان بالله تعالى، الذين أفنوا أعمارهم منه وبه وإليه. مرحبا بكم كلكم، تولاكم الله وجزاكم خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. شيخنا الكريم عالم هذه الأمة، أحد صالحيها وعلمائها، قطب من أقطاب ووريث من ورثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيادة الدكتور سي الحاج عبد الحميد، الإطارات الحاضرة معنا، المشايخ الأفاضل كلهم باسمه الخاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبى المولى عز وجل من فضائل وسحائب رحمته إلا أن يحل علينا ضيف عزيز على هذه الولاية، ولاية المنيعة بصفة خاصة، والجزائر بصفة عامة. حل علينا رجل من رجالات هذه المعمورة، وقطب من أقطاب الأمة الإسلامية، وإني لأراه استجابة لدعاء العديد من الصالحين. كنت قبل قليل أبحث عن كلمات الثناء وكلمات الشكر على تلبية هذه الدعوة. بحثت في قواميس الأدب وكتب الشعر والمدح علني أجد كلمات قد تعطي حق هذا الشيخ الجليل حقه من الشكر والثناء، فأجد كل الكلمات في هذه اللحظات تقف على لساني خجولة حيية، قد لا تعطي حق هذا الشيخ قدره بما له من بركات وإجلال وخطوة وفضل من المولى عز وجل. فلا أجد إلا أن أقول أن عجز الوصف وعجز مدحكم سيدي خير بيان. نزلت أهلا وحللت سهلا في ولاية المنيعة وفي هذا الوطن العزيز الجزائر. تحيا بكم كل أرض
تحلون بها، فأنتم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي أعيننا منكم منظرا حسنا، فأنتم في دجى الليل أقمار، ونوركم يهتدي السار به، فأنتم في دجى الليل أقمار، وتشتهي أعيننا منكم منظرا حسنا، فأنتم في أعيننا أزهار، فلا أوحش الله أرضا من زيارتكم، يا من لكم في القلب والفؤاد تذكار. باسم الخاص نيابة عن هذه الجلسة الكريمة، ونيابة عن شيخ هذه المدرسة القرآنية سيادة الدكتور عبد الحميد، نيابة عن كل ساكنة هذه الولاية بمشايخها وعلمائها بشبابها وشيبها، نيابة عن كل أطياف هذا المجتمع المنيعي، نرحب بكم ترحيبا سيدي، ترحيبا يليق بمقامكم. لو علم الجميع بحضوركم لجاءوكم حبوا وهرولة لاستقبال شخصكم الكريم، كيف لا، ونحن يحل علينا هذا الجبل الشامخ وعلم من أعلام هذه الأمة، أمانة أحملها على كاهل سيد الشيخ، الدعاء. نسألكم الدعاء لهذه المدينة الطيبة، مدينة المنيعة، مدينة 44 والي صالح، مدينة 44 عالم، كل أهل المنيعة، كل أهل المنيعة عفوا يسألونك الدعاء بأن يصلح المولى عز وجل أعمالهم سرا وعلانية. نسألكم الدعاء لأبناء هذه الولاية لشبابها بأن يوفقهم المولى عز وجل. نسألكم الدعاء لهذه الولاية بأن تكون أمورها تسير من حسن إلى أحسن. وأسألك الدعاء لهذه الوطن العزيز الجزائر بأن يحفظها دولة رئيسا جيشا وشعبا. هذا دعاء على كاهل أضعه في رحابكم سيد الشيخ. أجدد الترحيب بكم وأعتذر عن كلمات قد لا تليق بمقامكم، فأهلا وسهلا بكم وبارك الله في قدومكم. جعل المولى قدومكم وتعبكم في ميزان حسناتكم. لولا مشقة الطريق لرأيت كل المنيعة قادمة لاستقبالكم، لكن نعي أن السفر متعب، فمعذرة سيد الشيخ وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. عبد الحميد، لك حل على هذه الكلمة الطيبة، وهي نيابة عن ساكنة ولاية المنيعة. طبعا يحضر معنا أيضا مدير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور أحمد بخني في كلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني كما يقول القائل: فمي يفتش عن فمي، فأو الكلمات حجارة وتراب. في رحاب شيخنا الجليل، يعني بعد كلمة الترحيب من فضيلة الدكتور شيخ المدرسة سيدي الدكتور عبد الحميد البكري، وبعد هذا الثناء والترحيب من الأستاذ عبد الحميد بن لكحل نائب المجلس الشعبي الوطني، أقول لفضيلة الشيخ سيدي محمد الفخامة: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، تنورت بكم الأرض واستنارت بكم الوجوه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القدوم قدوم خير وبركة. فكما قال الأستاذ: نلتمس منكم الدعاء. فالإنسان في هذه الدنيا أحيانا ينغمس في عالم الأسباب والمسببات، ولكن يغفل على أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن مقادير الأمور هي بين يدي الله عز وجل يقلبها كيفما شاء. فنلتمس منكم الدعاء ونقول لكم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، لأن العبارات تزدحم والكلمات يعني ربما تختلج في الفؤاد، ولكن المقام يعني نحن نتهيب الحديث بين أيديكم. أنا تهيب في الحديث سيدي الشيخ بين يديك، ولولا يعني الأمر لما تجرأت، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل قدومك قدوم خير وبركة، أنت والوفد المرافق لك. نسأل الله عز وجل أنكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا بهذه البلدة الطيبة المباركة، وإن شاء الله يعني نتمنى من الله عز وجل تكون هناك زيارة وزيارة. شكر الله سعيكم وبارك فيكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.